Peace be upon all of you, my dear third year secondary stage students in Al-Azhar. Welcome to a glimpse of Revelation 3. Today, inshallah, we're going to study lesson 2 of Unit 5. The title of the lesson is A Moderate Lifestyle. أهلا بكم أحبائي كل طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري، والنهارده إن شاء الله هندرس الدرس الثاني من الوحدة الخامسة. بفكركم بعنوان الوحدة كانت قيم إسلامية Islamic Values، وهندرس النهارده إن شاء الله الدرس الثاني A Moderate Lifestyle، يعني نمط حياة وسطي. احنا أخدنا في الدرس الأول الوسطية وتعريفها وأسسها والممارسات. طيب النهارده هنعرف اكتر عن ازاي ان احنا نبقى مسلم وسطي ونعيش حياة او نمط حياة وسطي. Okay, let's dive deeper into the content of today's lesson. As you can see from my screen, we're gonna study how to live a moderate lifestyle in this lesson of the unit. وأول جزء هندرسه living in balance. living in balance يعني العيش في توازن، وإن احنا تبقى حياتنا متزنة. How to live in balance. يبقى احنا النهارده هنعرف إجابة السؤال ده، ازاي نعيش في توازن علشان يبقى عندنا moderate lifestyle أو نمط حياة وسطي. اوكي، طيب احنا عارفين ان اسلام الريليجن ده الدين الاسلامي مش بس هو بيركز على الامور العباده فقط، لا، بفكركم بقى احنا اخدنا الجزء ده قبل كده. encompasses more than just acts of worship. يعني ايه؟ يعني ايه اسلام encompasses more than acts of worship؟ يعني الاسلام بيشمل اكتر من الامور العباديه، هو بيشمل كل مناحي الحياه، لان احنا عارفين انه دين comprehensive يعني دين شامل. اوكي، يبقى اسلام encompasses more than acts of worship. طيب Muslims are encouraged to practice and nurture moderateness. يا ترى هم يعني المسلمين بيتشجعوا على ايه، او بيتم تشجيعهم وحثهم على ايه؟ الدين الاسلامي بيحث المسلمين على عمل ايه؟ to practice انهم يمارسوا and nurture ويراعوا جدا moderateness الوسطية في all facets of their lives، في كل مناحي الحياة، في كل جوانب الحياة. كلمة facets يعني aspects، يعني كل أمور وجوانب الحياة. all the sides of their lives. facets, sides أو aspects of their lives. يبقى Islam encompasses more than just acts of worship. So Muslims are encouraged to practice and nurture moderateness in all facets of their lives. يبقى علشان يبقى عندنا moderate lifestyle لازم المسلم يعمل practice، يمارس الوسطية في كل مناحي الحياة، في أمور العبادة والمعاملات والتعامل كمان مع الإيه؟ مع الآخرين. Okay, let's dive deeper into the content of this part. طب لو سألني why؟ ليه المسلم لازم إن هو practice moderateness in all facets of life? To reap the benefits of both the world and the hereafter. To reap the benefits of both the world and the hereafter. علشان يجني ثمار الحياة الدنيا والآخرة كمان. يعني هو ينتفع في الدنيا والآخرة. طب هو ينتفع في الدنيا والآخرة لما يعمل إيه؟ لما هو practice يمارس and nurture moderateness in all facets of their lives. إن هو يمارس الوسطية في كل مناحي حياته. أوكي، يسألني طب برضه يمارس الوسطية في كل مناحي حياته ليه؟ أرجع تاني وأقول له to reap the benefits. reap يعني يجني ثمار، يعني يستفيد. Okay, the benefits of both the world and the hereafter. يعني يستفيد في هذا العالم، يجني ثمار الخير في العالم ده اللي احنا عايشينه، وكمان في الآخرة يعني the hereafter. Okay, طيب what's more about living a moderate lifestyle or a balanced lifestyle؟ بيقول لي Islam encourages Muslims to maintain moderateness in their wealth. Islam encourages Muslims to maintain moderateness in their wealth. يعني الإسلام بيحث المسلمين ويشجعهم على الحفاظ على الوسطية في الإنفاق. wealth يعني الثروة، عايز يقول في إنفاق أموالهم. اوكي، يعني ايه؟ يعني الانسان ما يكونش بخيل جدا او يكون ان هو مسرف جدا، لا، في وسط ما بين الامرين دولت، ما يبقاش في التشدد او التطرف في انفاق الاموال. alright, Islam encourages Muslims to maintain moderateness in their wealth. Muslims are guided to spend their wealth
in the cause of Allah glory be to him in a moderate manner. يعني المسلمين بيتم هدايتهم بتعليم الدين الإسلامي، بتهدي الناس المسلمين ان هم ينفقوا ثرواتهم في سبيل الله in the cause of Allah، يعني في سبيل الله، يعني بما يرضي الله in a moderate manner، يعني بأسلوب وسطي، بأسلوب ما فيهوش تشدد أو إسراف كبير جدا أو بخل شديد جدا. أوكي، هنقول الجزئية تاني. Muslims are guided to spend their wealth in the cause of Allah glory be to him in a moderate manner. وبكده يبقى Muslims maintain moderateness in their wealth، يبقى كده بيحافظوا على الوسطية في إنفاقهم. alright، لأن في rules و rulings خاصة ب how to spend money according to Islam. alright، what's more about how to spend? A midway between being a miser and a spendthrift is required. A midway between being a miser and a spendthrift is required. في طريق وسط كده، في نهج وسطي ما بين ان الانسان يبقى مايزر يعني بخيل، وكمان انه يبقى spendthrift يعني مسرف جدا. لا، احنا عايزين midway يعني طريق وسطي، ده is required يعني مطلوب. A midway between being a miser and a spendthrift is required. يبقى لازم يكون في moderateness in the wealth in spending our money، لازم يكون في وسطية في إنفاق أموالنا. طيب ليه؟ علشان ده هيخلي فيه توازن balanced lifestyle. طيب هو يعني الوسطية هتعني ايه في الانفاق؟ ان احنا يبقى في midway between being a miser and a spendthrift، لازم يكون في وسطية ما بين الاثنين، لا نبخل خالص ونقطر على نفسنا والمسؤولين مننا، ولا نبقى مسرفين جدا. alright، so this is of course best for humanity. يقول تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. And don't make your hand shackled to your neck in miserliness, or stretch it entirely in extravagance, lest you should remain blameful and destitute. طبعا الآية رقم 29 في سورة الإسراء قدامنا بتحث المسلمين على ان احنا يكون عندنا طريق وسط ما بين ان احنا تكون ايدينا مغلولة الى عنقنا، يعني تكون محصورة جدا، وان احنا نبقى مقطرين على انفسنا والاخرين، او ان احنا كمان نبسطها كل البسط فنبقى بننفق كل المال فما يفضلش معانا اي اموال فنقعد في فقر مدقع. طب هنشوف الوردز دي in English. كلمة shackled، don't make your hand shackled. يعني shackled يعني مربوطة أو يعني مقيدة إلى عنقك، أو يعني مغلولة إلى عنقك. in miserliness، يعني miserliness يعني بخل، إن هو الإنسان يبقى مقطر على نفسه والآخرين. طيب الverb stretch يعني يمد أو يبسط. entirely كلية أو تماما. كلمة extravagance يعني إيه؟ يعني في بذخ أو في إسراف. lest يعني خشية ألا you should remain إنك تبقى blameful ملوم and destitute يعني في فقر مدقع. okay، معدم. alright، so the verse here in this surah، يبقى الآية دي في سورة الإسراء بتحثنا على طريق وسط في الإنفاق علشان يبقى في moderateness أو a moderate lifestyle in spending the money or the wealth. okay، so let's move on to the next points. Point that we have today in this part of the lesson. هندرس دلوقتي the divine guidance on balanced spending. divine guidance on balanced spending يعني الإرشاد الإلهي أو التعاليم الإلهية الخاصة بالإنفاق المتزن. أكيد في تفاصيل أكتر نقدر إن احنا نعرفها، وفي ريبورتس تقارير من الصحابة ومن الدين الإسلامي والتابعين إن احنا نعمل إيه علشان ننفق أموالنا بشكل وسطي معتدل يؤدي بنا إن احنا نبقى moderate person, a moderate Muslim, having a moderate lifestyle. أوكي، طيب كان في من الصحابة a senior companion، صحابي جليل،
was about to die، كان على وشك ان هو يموت، وكان عايز يعمل ايه؟ كان عايز to give away all his money or donate all his money in charity for the cause of Allah. كان عايز يتبرع بكل امواله في سبيل الله، تبقى حاجة صدقة كده من باب الخير. يبقى كان في صحابي جليل من الصحابة كان على وشك ان هو يتوفاه الله، فقرر ان هو يتبرع بكل امواله كصدقة، عمل بر او خير for the cause of Allah، يعني في سبيل الله. طبعا the prophet محمد blessings of Allah and peace be upon him، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم stopped him from doing so، أوقفه عن فعل ذلك and said to him، وقال له إيه بقى؟ حضرة النبي كان دايما بيحث على الوسطية، يعني احنا ما نسيبش أولادنا من غير أموال خالص فيتكففوا الناس. فحضرة النبي قال إيه؟ it's better that you leave your family members in sufficiency than leave them in want begging others. من الأفضل إنك تترك أو يعني أعضاء أسرتك أو المسؤولين منك في اكتفاء، يكون عندهم اكتفاء ذاتي ويكونوا مش محتاجين، يكون عندهم أموال تساعدهم في الحياة، عن إنك تتركهم في حاجة in want begging others، يتكففون الآخرين أو يتسولون أو يطلبون العون أو المال من الناس. أوكي، طبعا ده speech by the prophet، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري narrated by Bukhari. He said in it, it's better that you leave your family members in sufficiency than leave them in want begging others. يبقى احنا لما كان في senior companion was about to die and he wanted to donate and give away all his money in charity for the cause of Allah, the Prophet stopped him from doing so and said, it's better that you leave your family members in sufficiency than leave them in want begging others. This speech was narrated by Bukhari. Alright? طب عندنا هنا كلمة sufficiency معناها ايه؟ يعني اكتفاء، يعني يكونوا مش محتاجين لحد، يكون معاهم الأموال اللازمة للحياة. Alright؟ أمال begging يعني يتسولوا أو يسألوا الآخرين. فاحنا عندنا لازم يكون في يعني حياة وسطية، a moderate lifestyle in Islam، لأن الإسلام جاء بالنفع للمسلمين والمسؤولين كمان منهم. طب دلوقتي how to balance worship and family duties. How to balance worship and family duties، ازاي نعمل توازن ما بين الأمور العبادية والمهام اليومية أو الواجبات الأسرية. اوكي، احنا كان عندنا في ريبورت معين، there is a report that clearly exemplifies the true sense of moderateness. في تقرير، في حكاية كده احنا من الأثر من أيام النبي لما هنعرضها، هي بتوضح جدا جدا مفهوم أو المعنى الحقيقي للوسطية في الإسلام. كان حصل إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم the prophet blessings of Allah and peace be upon him established a bond of brotherhood between Salman and Abu Darda. حضرة النبي آخى ما بين سلمان وأبو الدرداء. طب يا ترى إيه اللي حصل؟ إيه الموقف اللي استدعى إن حضرة النبي يؤاخي ما بينهم؟ One time Salman paid a visit to Abu Darda and found that he observes prayers all night and fasts every day. يبقى سلمان زار أبو الدرداء في منزله، فوجد إن هو بيقوم الليل، بيصلي طول الليل وبيصوم طول النهار. فسلمان set the appropriate rules، بدأ يضع قواعد للأمر ده، وقال له سلمان said your Lord has a right on you and your soul has a right on you and your wife has a right on you, thus you should give them their rights or their own rights. يبقى سلمان علق على الأمر ده وقال له إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. انتوا طبعا عارفين القصة دي، وكمان الكلام اللي قاله سلمان لأبو الدرداء، وحضرة النبي وافقه فيه وأيده فعلا وقال له صدق سلمان. Okay, so Salman said the appropriate rules. Salman said your Lord has a right on you, your soul has a right on you, and your wife has a right on you. كلمة right معناها
حق عليك يعني thus you should give them their own rights. فأعطي كل ذي حق حقه، لازم تديهم حقوقهم. يبقى احنا مش بنشد على نفسنا او يعني نحمل نفسنا ما لا نطيق. الاسلام اسلام دين وسطي. later on بعد كده بقى لما ابو الدرداء راح حكى للنبي وذكر له ما قاله سلمان، يبقى ابو الدرداء visited the prophet blessings of Allah and peace be upon him. زار أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم and mentioned that to him وذكر ذلك له. the prophet blessings of Allah and peace be upon him said Salman has spoken the truth. Salman has spoken the truth يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. يبقى حضرة النبي أيد سلمان في رأيه لما حط قواعد لأبو الدرداء بأنه إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. الإسلام هو دين المودريتنس يعني دين الوسطية. أوكي طيب يبقى we should have a moderate lifestyle. طب how to maintain moderateness؟ يعني احنا المفروض نحافظ على الوسطية في ايه بالظبط في حياتنا؟ في religious matters، في الامور الدينية، في السوشيال ماترز الامور الاجتماعيه بتاعتنا and personal affairs as well يعني الامور البيرسونال يعني كمان الشخصيه. يبقى احنا هنقول ان maintaining moderateness in religious social and personal matters is really important. حاجه مهمه جدا ان احنا نحافظ على الوسطيه في امورنا الشخصيه والاجتماعيه والدينيه في كل مناحي الحياه. يبقى maintaining moderateness in religious social and personal matters is required مطلوب. We should adhere to moderateness as a habit in all spheres of our lives. We should adhere to moderateness as a habit in all spheres of our lives. لازم نلتزم بالوسطية وننفذها في كعادة لينا في كل مناحي حياتنا. وكلمة spheres زي كلمة sides أو aspects أو facets اللي أخدناها قبل كده يعني جوانب حياتنا كلها، لأن الإسلام قلنا encompasses بيشمل more than just acts of worship، بيشمل أكتر من كون بس إن احنا بنعمل العبادات، لا كل مناحي الحياة. الدين بينظم كل مناحي الحياة. alright طيب ليه احنا المفروض المسلم ان احنا او كلنا adhere to moderateness as a habit in all spheres of our lives؟ ليه لازم ان احنا نعمل وسطية واعتدال في كل مناحي حياتنا؟ to succeed in life and the hereafter. to succeed in life and the hereafter علشان ننجح في حياتنا الدنيوية and the hereafter يعني اليوم الآخر، كمان بيسموه the doomsday أو the resurrection day يعني اليوم الآخر. أوكي طيب يبقى احنا مهم جدا جدا maintaining moderateness in religious, social and personal matters. This is required and we should adhere to moderateness as a habit in all spheres of our lives in order to succeed in life and the hereafter. Okay طب what is the reward of a balanced life؟ ايه هي المكافأة او ايه هو الجزاء للحياة المتزنة؟ يعني ايه النتيجة ان احنا نعيش حياة متزنة؟ هيقول لي طبعا كل اللي احنا قلناه قبل كده. بيقول لي اسلام هو الدين promotes moderateness. الاسلام بيعزز الوسطية and simplicity والبساطة in every aspect of life في كل جوانب الحياة as it is the ideal way one must follow. الإسلام لما بيعزز الوسطية والبساطة في كل مناحي حياتنا هو ده الطريق المثالي إن احنا كلنا المفروض نتبعه. Okay so this is really important because Islam is the religion of mercy. الإسلام هو دين الرحمة. الإسلام is the religion of mercy. طب what does Islam encourage؟ الإسلام بيشجع على إيه؟ encourages kindness بيشجع على الطيبة and good morals والأخلاق القويمة الأخلاق الحسنة. encourages peaceful methods الطرق السلمية. الإسلام بيشجع على الطرق السلمية مش أذى الآخرين. أوكي طب what does Islam discourage؟ الإسلام بيضحد إيه أو لا يشجع على إيه أو بيدعو إلى عدم إيه؟ violence. يبقى الإسلام يعني بيحرم violence العنف violence
الإسلام هو دين السماحة، دين الرحمة، بيشجع على الطيبة، التعاطف، الود، التراحم، العدل، good morals، الأخلاق القويمة، peaceful methods، الطرق السلمية، and discourages violence. وعلى الصعيد الآخر فهو ينهى عن العنف وإيذاء الآخرين. إسلام يبقى هو الإسلام ده هو the balanced manner، هو الطريق المتزن أو المتوازن of life for individuals، طريق متزن للحياة لكل الأفراد. Through the practice of these Islamic virtues that establish peace in society. يبقى احنا لما ننفذ ونمارس القيم والفضائل دي، ده بيؤسس peace يعني السلام in society في المجتمع. Islam is the balanced manner of life for individuals through the practice of these Islamic virtues that establish peace in society. يبقى لما أقول لكم الدين الإسلامي هو دين إيه؟ هنقول الدين الإسلامي هو دين الرحمة، the religion of mercy. طب what does Islam encourage؟ بيشجع على إيه؟ بيشجع على kindness, good morals and peaceful methods. طب what does Islam discourage؟ يعني بيحض على إيه أو بينهى عن إيه؟ violence. Okay, thus وبالتالي بيكون Islam is the balanced manner of life for individuals through the practice of these Islamic virtues that establish peace in society. يبقى دي the reward، هي دي نتيجة الحياة اللي هو moderate lifestyle، الحياة الوسطية اللي فيها اتزان في كل مناحي الحياة، ان احنا هناخد تريب the benefits، ان احنا نجني ثمار this world and the hereafter، ان احنا نجني ثمار هذا العالم وكمان اليوم الآخر او الحياة الآخرة. يلا بينا نعمل practice على الليسن ده. The first question that we have is answer some questions. هنعمل الأول answering ل WH questions. أول سؤال عندي بيقول What would happen if Muslims didn't nurture moderateness in all facets of their lives? What would happen if Muslims didn't nurture moderateness in all facets of their lives؟ ايه اللي هيحصل يا ترى لو المسلمين مش بيمارسوا او مش بيراعوا الوسطية في كل مناحي حياتهم؟ هيبقى اللايف ستايل نفسه عامل ازاي؟ It would cause harm to oneself or others. It would cause harm to oneself or others. يعني هيسبب الضرر للشخص نفسه أو الآخرين. طب ليه بقى؟ لأن الحياة مش هتبقى فيها moderateness، مش هيبقى فيها وسطية، فهيبقى فيها extremism يعني تشدد أو تطرف، فهيأذي نفسه والآخرين، هيشق على نفسه overburden oneself and others. وطبعا ده مش بيؤدي البيس لسلام في المجتمع. لا، الإسلام هو دين الرحمة ودين الأخلاق الحسنة والمودريتنس يعني الوسطية. The next question: How can Muslims practice moderateness in spending their wealth? How can Muslims practice moderateness in spending their wealth؟ يعني ازاي المسلمين يقدروا ان هم يمارسوا الوسطية في انفاق ثرواتهم او انفاق اموالهم. How can Muslims practice moderateness in spending their wealth؟ طبعا احنا درسنا تفاصيل كتيرة جدا عن ازاي ان احنا نراعي الوسطية في الانفاق، لا نبقى يعني مايزر، لا نبقى بخيل خالص، او نبقى spendthrift يعني مسرف. يبقى هنقول they are encouraged to practice and nurture moderateness in all facets of their lives. يعني بيتم تشجيعهم والإسلام بيحثهم على ممارسة الوسطية في كل مناحي حياتهم. فمثلا احنا ما نبقاش miser ولا نبقى spendthrift، لازم يبقى فيه midway between being a miser and a spendthrift is required. Okay, this is what we studied in this lesson of the unit. Why should we work hard to adhere to moderateness? Why should we work hard to adhere to moderateness؟ ليه احنا ينبغي ان احنا نعمل بجد علشان نلتزم بالوسطية وقواعدها اللي حطها لنا الإسلام؟ ليه لازم يعني نلتزم بالوسطية؟ لأنها it will eventually lead to success in this life and in the hereafter. لأن هي في النهاية هتقود لنجاحنا في الحياة الدنيا اللي هي this world and the hereafter يعني في الحياة الآخرة
كمان. اوكي it will eventually، كلمة eventually يعني finally يعني أخيرا، lead to تقود إلى، طب success يعني النجاح in this life في الحياة دي and the hereafter يعني اليوم الآخر. اوكي طيب why does Islam promote moderateness and simplicity؟ Why does Islam promote moderateness and simplicity؟ ليه الإسلام بيدعم ويحث على الوسطية والبساطة في أمور الحياتية؟ يا ترى علشان إيه؟ Because they establish peace in society. Because they establish peace in society. احنا قلنا الكلام ده أثناء الدرس، إن هي الوسطية والبساطة في نمط الحياة بيؤسس سلام في المجتمع، يعني ما يبقاش فيه corruption، ما يبقاش فيه فساد، بيبقى فيه peace سلام. alright. What does Islam discourage in respect of moderateness؟ What does Islam discourage in respect of moderateness؟ ايه اللي الإسلام بينهى عنه او مش بيدعمه بالنسبة لموضوع الوسطية؟ يا ترى ايه الجزئية اللي احنا قلنا ان الإسلام مش بيشجع عليها؟ Islam discourages او بيحض على او بينهى عن violence يعني العنف and encourages peaceful methods. وعلى الصعيد الآخر فإن الإسلام بيشجع ويحث على الطرق السلمية علشان ما يبقاش في نزاعات وتشدد وتطرف في المجتمع، ويبقى في peace in society. So Islam discourages violence and encourages peaceful methods. الطرق السلمية بيشجع عليها الإسلام. Now write T for true statements and false for false ones. خلينا نضع صح أو خطأ على الجمل دي. هنقرأ أول sentence. Muslims should nurture moderateness in all facets of their lives. Muslims should nurture moderateness in all facets of their lives. يعني المسلمين ينبغي ان هم يمارسوا الوسطية او يراعوا الوسطية والنمط الحياة الوسطي في كل مناحي حياتهم. طبعا بتقولوا لي true، الجملة دي صحيحة، ده احنا درسناه already في الدرس النهاردة. The next sentence. Muslims should practice moderateness in spending their wealth. Muslims should practice moderateness in spending their wealth. يعني المسلمين ينبغي انهم يمارسوا الوسطية او الاعتدال في انفاق ثرواتهم. الكلام ده صح ام خطأ؟ سمعاكوا اهو بتقولوا لي طبعا true، الجملة صحيحة. اوكي. The third sentence that we have، خلينا نقرأ السنتنس دي كده. There is no midway between being a miser and a spendthrift. There is no way between being a miser and a spendthrift. يعني لا يوجد طريق وسطي، مفيش وسط ما بين ان الانسان يكون miser يعني مقتر او يعني بخيل and a spendthrift يعني مسرف. هو مفيش وسط خالص. الجملة اللي بتقول كده مفيش وسط ما بين ان الانسان يبقى بخيل وانه يبقى مسرف. طبعا الجملة دي هتقولوا لي false، الجملة دي خاطئة. لا، في midway، طبعا في طريق وسطي او نهج وسطي ان احنا نعتدل في النفقات، وده طبعا لتعليم الدين الاسلامي الحنيف. alright. I hope that you found it beneficial. Till I see you again. It's not goodbye. Peace be upon all of you.